السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد. النهاردة فيديو مبهج جدا، فيديو بعمله مرة كل سنة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب علينا جميعا. ربنا يفرح كل القلوب، ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. عشان ما اطولش عليكم، النهارده هعمل لكم فيديو توزيعات العيد. توزيعات كده بسيطه وصغيره انا بحب اعملها بمناسبه العيد لكل اطفال العيله عندي. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم واوريكم التوزيعات النهارده. طيب، اول حاجه هعملها يا بنات في التوزيعات النهارده هوريكم كده حاجه ايه الحاجات اللي انا هستخدمها والحاجات اللي انا طلبتها، واوريكم كده حاجه. اول حاجه طبعا كيس البالونات ده انا مش بستغنى عنه، وبحطه في كل توزيع كده من الاكياس بحط بالونه. فده كده كيس البالونات هستخدمه برضو في التوزيعات، بحط كده بالونه من الكيس ده. وكمان عندي كيس كده فيه زينه للهدايا وكده، اللي هو بيبقى فيه الشعر وفيه الحاجات اللي بتلمع. عندي ازرق وبينك كده، بينك والاصفر ممكن اعمله للبنات والازرق للولاد. فبرضو باخد منه كده وبحطه في التوزيعات، بيدي شكل حلو، بيدي حاجة مبهجة كأنها حاجة هدية كده، مش بس مجرد توزيعات او مش مجرد بس العادية وخلاص. وعندي كيس الكور ده برضو بستخدمه، بحط كده حبة في كل كيس علشان تخفي الحاجات اللي انا هحطها في الكيس، وكل ما يحطوا ايديهم يلاقوا كده حاجة مختلفة وجديدة. عندي كمان علبة المصاصات دي فيها حوالي 23 او 24 واحدة تقريبا، قريبة جدا من العدد اللي انا هستخدمه في الاكياس. فيها حاجات حلوة جدا، الوان بقى ازرق هتبقى حلوة جدا للولاد، والاصفر والاحمر للبنات، والاورنج، وفي اخضر، فيه الوان كتير وطعمها حلو ولذيذة، وحجمها لا هو صغير ولا هو كبير، هيبقى مناسب جدا ان هو يتحط في التوزيعات. فعجبتني جدا. غير الباكج بقى بتاع الازازة حلو وعملي بصراحة، حبيتها. يعني الازازة في حد ذاتها عملية ومحكمة، وممكن تستخدميها عادي انك تشربي فيها المية او كده، فبرضو استخدمتها. دي بقى اكياس التوزيعات اللي انا بطلبها من بنوتة. البنوتة دي انا معرفة شخصية بيها وعارفة كويس جدا، وهي صاحبتي وبشجعها بصراحة. البراند بتاعها حلو جدا، وفي افكار كتير جدا جدا جدا. هسيب لكم الصفحة بتاعتها، اسمها مراسيل، حلوة جدا جدا. هسيب لكم لينك الصفحة تحت لو حابين تطلبوا توزيعات زي دي، حلوة جدا. الحمد لله بعملها كل سنة، وكل سنة بديها مثلا اوردر بتعملهولي حتى لو بافكار جديدة. يعني انا السنة اللي فاتت هوريكم كيس السنة اللي فاتت كان حلو عجبني جدا، هي عملت لي كمان السنة دي. وانا بدل ما كنت بكتب بقى بالجاف على كل توزيعة دي بتاعت مين، لا انا طلبت منها ان هي تطبع لي بالاسماء، هوريها لكم دلوقتي. وهي بقى بتغير، بتحط شكل بنوتة، شكل ولد، شكل حد صغنن، شكل حد كبير، حلوة جدا ومبهجة. هوريها لكم دلوقتي بشكل اوضح. دي بقى بتاعت السنة اللي فاتت، برضو كانت حلوة وخطيرة وشكلها حلو جدا وعملية زي ما انتوا شايفين كده. ده كان الباكج بتاع السنة اللي فاتت، بس ما كانش عليه الاسماء بقى. السنة دي انا طلبت منها ان هي تحط لي الاسماء، فانا هوريكم دلوقتي. هتلاقوا مكتوب زي ما انتوا شايفين كده: حمزة، ومازن، مالك، رحمة، فاطمة، هدى، عبد الله، زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة كانت فكرة حلوة جدا، بدل ما انا اكتب على التوزيعات وكده، فعجبتني خالص. وقررت ان انا استخدمها يعني وكده، وعجبتني جدا. وما طلبت منها ان هي تحط لي الاسماء، قالت لي طبعا ومش مشكلة، ورحبت بالفكرة، وكانت فكرة جديدة بصراحة. وهم بيفرحوا لما يلاقوا اسمهم مكتوب وحاطين صورة حلوة، التفاصيل دي بتعجبهم جدا. فدي كده كانت التوزيعات. هي ما شاء الله كتير، وانا عندي اطفال كتير بقى، وكلهم طبعا غاليين عليا جدا، فلازم اعمل لهم كلهم. دي كده كانت الاشكال والالوان والحاجات بقى اللي انا بستخدمها. تعالوا بقى اوريكم ايه بقى التوزيعات اللي احنا هنعملها بالظبط ومكونة من ايه. هكمل معاكم بقى باقي الحاجات، هوريها لكم كده دلوقتي. بسم الله. دي كده خلاص الاكياس اللي احنا هنستخدمها، نبتدي ان احنا نحط فيها. كمان من الحاجات اللي انا هحطها هوريها لكم دلوقتي. طبعا العادية اكيد جبت بقى فلوس جديدة، لازم بقى كل سنة كل سنة وانتم طيبين فلوس جديدة. فانا بجيب الخمسات دي لان انا اصلا بجيب الاكياس التوزيعات دي بمبلغ،
والحاجات دي كلها طبعا بمبلغ وكده، سواء البالونات المصاصات الحاجات دي، فكلها بتكمل معايا مبلغ كويس جدا يعني. فهو كويس قوي معاهم الخمسات، هم ما شاء الله عددهم كبير، فبتبقى بالنسبة لي 5 جنيه حلوة ومناسبة جدا. هبتدي بقى كده اعمل معاكم واحدة، خلونا كده نعمل مع بعض واحدة. هفتحها كده معاكم وهبتدي ان انا احط فيها التوزيعات والحاجات اللي انا بحطها. اول حاجة كده هحطها يا بنات، هفتح الكيس كده معاكم. بس الحجم بتاعه حلو جدا بصراحة ومناسب ان انا احط فيه كل حاجة انا عايزاها. اول حاجة هحطها هي البالونات. انا بس كده بفضي مكان عشان اوريكم ايه الحاجات اللي انا احطها. بصوا حجم الكيس حلو ازاي ومناسب جدا بصراحة ان انا احط فيه كل حاجة. هبتدي كده احط معاكم البالونة. بس انا هنا نسيت اوريكم ان في علبة كده بحط فيها برضو بسكوت كده نوع كويس جدا وحلو قوي، هوريهولكم في الفيديو. كده انا ابتديت بقى احط التوزيعات، بحط البالونة وبعدين هتلاقوني بحط المصاصة، وبعدها ببتدي احط كور او حاجات كده علشان الحاجات ما تبانش. هبتدي احط الكور كده معاكم وبعدها هحط المصاصات وكده. بحاول بقى اختار، يعني لو في حد عارفة ان هو بيحب لون معين زي الاصفر الاحمر بحاول احطه له، لو معرفش بحاول اشوف ان دي بنت احط لها احمر، ده ولد احط له ازرق هيفرح بيه، الاورنج خليه لاولاد، الاصفر خليه للبنات، البينك الحاجات دي. وهنا بقى انا كنت بوريكم العلبة بتاعه البسكوت دي، طعمها حلو جدا جدا، انا بحبها وعايزه اقولكم ان انا اصلا باكلها. فباخد منها برضو ببتدي احط فيها التوزيعات وكده. كده انا حطيت البالونة، حطيت المصاصة والكور والعادية، وبعدين بحط البسكوت وبعدها بحط بقى شعر كده بيلمع وحاجات من فوق علشان ما تبانش. هبتدي كده اقفل معاكم الكيس بتاع التوزيعات. هوريكم كده زاد مني شوية، فلا ببتدي اخففه كده واحط بس حبة عشان برضو الحاجات تبقى ظاهرة ويقدروا ان هما يشوفوها. هبتدي كده اعقدها بقى زي ما انتوا شايفين، بشدها فالتوزيعة بتتقفل وبعدها بعقدها عشان اتأكد ان هي مش هتقع منها اي حاجة. وده شكلها كده في الاخر بيبقى شكلها عسول جدا. ده كده شكلها. هعمل معاكم واحد تاني كده يكون للاولاد، هوريكم كده برضو الولاد بحط لها مثلا بالونة، بحط له بالونة زرقاء، بحط له حاجة. هوريكم كده التوزيع. دي التوزيعة بتاعت خلينا نشوف الاسم، بتاعت مالك. هفتحها كده معاكم. برضو الحجم بتاعه حلو جدا بصراحة وشيك. لو محتاجين اي افكار يا بنات للتوزيعات، محتاجين افكار لاي حاجة تانية، ادوها، ادخلوا الصفحة هتعجبكم جدا. ببتدي بقى احط بالونة لونها ازرق كده بمناسبة ان هو ولد وكده، فببتدي احط بالونة لونها ازرق او شوية كور كده عشان تبقى مبهجة وتدي الوان كده والكيس يبقى شكله حلو. وبعدين هتلاقوني بقى بحط المصاصة، برضو احط مصاصة لونها ازرق كده او بيبي بلو بالشكل ده. وبعدها هبتدي احط العادية اللي هي ال5 كده الجديدة طبعا، فبقسمها نصين وببتدي ان انا اشيلها اهو يا بنات. ال5 الجديدة كده زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اطبقها نصين واحطها، وبعدها بحط البسكوت، بحط بسكوتة كده حجمها حلو طعمها حلو بصراحة، فحسيتها مناسبة برضو ان انا احطها. بعدين هبتدي احط شوية شعر صغيرين اللي هي الشعر بتاع الزينة والهدايا وكده. هتلاقوني بحط اللون الازرق عشان مناسبة للاولاد، وهتلاقوني برضو بقفلها وبعقدها. بس كده يا بنات دي كل التوزيعات. هعملها بنفس الطريقة ونفس الشكل، هقفلها كده كويس عشان اتاكد ان مفيش حاجه تقع. ودي كل التوزيعات بتاعه العيد. هعملها بنفس الشكل كده وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم.
وهوريكم في النهاية اشكالهم عاملة ازاي، وشكلهم حلو جدا هيعجبكم قوي. دول تقريبا كانوا حوالي 23 واحد، هما ده كده شكلهم بعد ما خلصتهم. في حمزة وعبد الله ورحمة وفاطمة ورنا، وكلهم حلوين جدا ما شاء الله. وده كان العدد حوالي 23 حد، وببتدي احطهم كده في الكيس لحد العيد، وابتدي كده اعيد عليهم الصبح، يبقى شكلها حلو جدا ومميز. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بافكار جديدة للسنة الجديدة والعيد الجاي، ان اطال الله في عمرنا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني جدا، وباي باي.